ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بقى هنعمل مع بعض صينيه المسقعه الخطيره دي. تمشي بقى في الفطار، تمشي في الغدا مع الرغيفين كده، يبقى فل قوي. يلا بينا نعملها مع بعض. بس قبل بقى ما نبدا، ما تنسوش اللايك، واللي مشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديده. يلا بينا نبدا. نعمل صينيه المسقعه بتاعتنا. جبت طاسه، حطيت فيها زيت، حبة زيت حلوين. كنت مقطعة البتنجان ترانشات، زي ما انتوا شايفين كده. ورشيت عليه يعني رشة ملح عشان ما يشربش زيت، وسبته شوية. وهبدأ بقى اقلي في البتنجان لحد ما يديني اللون الذهبي ده. بس وهقلي الكمية اللي عندي كلها. يعني هقلي البتنجان كله، انا ما قليتهوش معاكم كله عشان اختصر عليكم الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. وهبدأ اطلع بقى البتنجان بتاعي في الصينية اللي انا هعمل فيها المسقعة، بدل ما اطلع في طبق وكده، فانا طلعت في الصينية على طول. وقطعت برضو الفلفل طرنشات كده، وهقليها برضو في الزيت. خليها يعني يستوي في الزيت. كل حاجة معانا هتبقى مستوية. انا هنا عملت المسقعة بتاعتي بتنجان وفلفل. بس لو انت عايزة تحطي فيها بطاطس، حطي فيها بتبقى حلوة برضو، بس انا ما حطيتش بطاطس يعني. وعايزة برضو تقطعي كل حاجة مكعبات، عادي برضو زي ما تحبي. وطبعا المسقعة بقى ما تحلاش غير بقرنين فلفل كده يكونوا حاميين، لزوم بقى التحابيش وكده. حطيت هنا عندي قليت قرنين فلفل. انت لو حابة تزودي في الكمية براحتك خالص، عايزة تزودي في البتنجان في الفلفل هتحطي فيها بطاطس، زي ما انت حابة ليكي يعني، حرية الاختيار. هنا كده خلاص خلصت قلي. هنبدأ بقى نعمل مع بعض الصلصة بتاعت المسقعة مع بعض. جبت حبة زيت، حطيت فيها معلقة توم كده حلوة. هقلب فيها لحد ما لونها يبقى ذهبي، ما نغمقهاش عشان ما تمررش معايا الاكل. هي اللون بس الذهبي ده كده ويبقى فل قوي. وبعد كده بقى هنزل بالطماطم بتاعتي. دي طماطم فريش عادي، ولو انت حابه تحطي معلقتين صلصه اللي هي الجاهزه دي هتديها لون وهتبقى حلوه قوي برضو. وهنا حطيت بقى رشه ملح ورشه فلفل، هي دي بس التوابل اللي احنا هنحطها على الصلصه بتاعت المسقعه. وزودتها حبة مية عشان الصوص بتاعي ميبقاش تقيل قوي، عشان انا لسه هحطها تاني على النار بعد ما احط الصوص على على البتنجان والفلفل. بتتشرب من بعض، بتبقى تحفة قوي لما بحطها على النار. المكونات بتاعتي بتشرب الصلصة، بتبقى حلوة. بس كده ووصفة النهاردة خلصت. يا رب تكون عجبتكم. حاجة كده خفيفة بقى والتغيير، وحاجة مش مكلفة خالص، عملناها من غير اللحمة. وبس كده. وان شاء الله نقابلكم تاني في وصفة تكون جديدة وحلوة. قولولي بقى رأيكم في الكومنتات تحت. وبس.